أصدقائي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ويقول في سورة الأنعام: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. خلينا احنا في الآية اللي في سورة الزمر، أسباب نزولها إيه؟ ليه نزلت الآية دي؟ يقال إن فيه واحد من أهل الكتاب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبيسأله، ما تعرفش هو بيسأل بسخرية بقى ولا بيسأل يعني عندهم في الكتاب بتاعهم الكلام ده، فبيقول له: يا أبا القاسم، هل بلغك أن الله يحمل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع وهكذا، يعني فضل يعدد له في مخلوقات الله. فضحك النبي حتى بدت نواجذه فأنزل الله سبحانه وتعالى الآية الكريمة اللي في سورة الزمر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يبقى وما قدر الله حق قدره يعني إيه؟ وما عرفوه حق معرفته، يعني ربنا أكبر من كده، يعني هو ليس في حاجة إلى أنه يضع الأرض على إصبع والسماوات على إصبع والكلام ده كله. قدرة ربنا يعني ربنا ليه طلاقة القدرة أكبر وأضخم مما يتصورون. طيب الآية بتخاطب مين؟ بتخاطب الناس اللي مش مؤمنين أصلا. يقول لك وما قدر الله حق قدره، لأن المؤمنين قدروا الله حق قدره. يبقى إذن الآية بتخاطب غير المؤمنين، بتقول وما قدر الله حق قدره. طيب والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. قبضة يعني أنت خد المعنى المجازي، لما واحد يقول لك أنا البلد دي كلها في قبضة يدي، في قبضة يدي يعني تحت سلطانه وتحت أمره، ويعني إيه؟ تأتمر بأوامره وتنتهي بنواهيه. قبضته بهذا المعنى يعني سيطرة ربنا سبحانه وتعالى على الأرض. والسماوات مطويات بيمينه. انت عارف يعني يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. الكتب يعني جمع كتابة، الكلام اللي مكتوب. سجل ده سجل في كلام مكتوب من جوه، الكلام المكتوب ده هو الكتب. نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ده الطي. يبقى لما تقول يعني قبضته ده شيء حسي، والسماوات مطويات بيمينه، يمينه شيء حسي، الطي نفسه شيء حسي. الكلام ده كله يعني الكيفية بما يناسب رب العزة سبحانه وتعالى، يعني ليس كمثله شيء، ولا قبضته زي قبضتنا، ولا يمينه زي يميننا، ولا حاجة. الكلام ده كله انت تاخده على انه ايه؟ كما يليق بجلال الله. يبقى وما قدر الله حق قدره. عرفنا أسباب النزول إيه؟ إن الراجل من أهل الكتاب ده، رجل من أهل الكتاب جاء إلى النبي يقول له هذا الكلام: أتدري يا أبا القاسم أو يا محمد أو يا رسول الله، زي ما قال الرجل، هو مش مؤمن إنه رسول الله طبعا، إن بلغك يعني إن ربنا يعني يضع الأرض على إصبع من أصابعه ويحمل السماء على. فالنبي يعني إيه؟ الرد بتاعه كان بليغ جدا، هو ابتسامة عريضة، يعني ضحك النبي. يعني انت مش فاهم قدرة ربنا اساسا علشان بتقول كده. ربنا اكبر من كده، ومش محتاج انه يجيب كده صوابع ويحط الارض على صباع والسماء على صباع والكلام ده كله. وما قدروا الله حق قدره وما عرفوه حق معرفته وما عظموه حق تعظيمه. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا يعني ليه جميعا الأرض؟ ما هي الأرض مفرد، لا، الأرضين بيبقى فيه 7 أراضي، يبقى والأرض جميعا، والأرض بما عليها أيضا. يعني ده يعني إيه؟ يدلل على الجمع، إن الأرض عليها مخلوقات وعليها أشجار وحيوانات وبحار ومحيطات والكلام ده كله. والأرض جميعا بكل الهيصة اللي عليها دي وبكل أعدادها، بقى الأرض الأولى والثانية لحد السابعة. والأرض جميعا يبقى تستحق الجمع هنا. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فما يجيش برضه واحد يتفلسف ويقول لما الأرض في قبضته والسماوات مطويات بيمينه الكلام ده يوم القيامة. طيب الناس فين دي موضع ثاني نتكلم فيه إن شاء الله، ولكن الكلام ده لازم يؤخذ زي ما نزل كده. إذا ما أمنتش بالكلام زي ما أنزل الله سبحانه وتعالى، زي ما أنزله الله سبحانه وتعالى، يبقى أنت إيمانك في خلل،
وانت ما زلت يعني ايه بتشك فيما انزل الله، وما عندكش يقين وما عندكش ايمان. لم زي الراجل اللي جاي يسأل النبي يعني أبلغك أن الله يعني ايه يعني ايه بيتهكم، ظاهر كلامه كده، أبلغك أن الله يحمل الأرض على إصبع، يحملها ونص. لكن انت يعني ايه الصفات الحسية بتاعتنا احنا مش زي الصفات الحسية بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. وفيه المذهب الظاهري احنا مليناش دعوة بيه دلوقتي، لكن كما يليق بجلال الله. قبضته أيوة ليه قبضة بس كما يليق بجلال الله، يمينه ليه يمين بس كما يليق بجلال الله. الكلام ده كله بيدرس يعني في المرحلة الإعدادية والثانوية في الأزهر، الكلام ده كله تمام. الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟